قالوا إنه لا يهزم، وقالوا إن مواجهته مخاطرة لا تحسب، وقالوا إن الاقتراب منه يعني نهاية مؤكدة. ففي صحراء لا يقطع صمتها سوى هدير الرياح، حيث تختفي الخطوط بين الحياة والموت، ظهر اسم لم يكن مجرد ضابط عادي، بل كابوسا حيا يطارد خصومه في كل اتجاه. رجل لم يكن ينتظر المعركة، بل كان يصنعها. هناك، حيث تتقدم الجيوش بحذر، كان هو يتقدم بلا خوف، وحيث يتراجع الآخرون لإعادة الحسابات، كان هو قد أنهى المعركة بالفعل. قائد لم يكتفي بتنفيذ الأوامر، بل أعاد تعريفها. تخرج على يد كبار القادة، وتجاوز أساتذته، وفرض اسمه في الميدان، حتى أصبح ذكره وحده كافيا لإرباك العدو قبل أن تبدأ المواجهة. في كل اشتباك كان اسمه حاضرا، يتحرك بسرعة، يضرب بدقة، ويختفي قبل أن يفهم ما حدث. لكن كيف لرجل واحد أن يصبح بهذا الثقل في حرب كاملة؟ وكيف استطاع أن يحول الخوف إلى سلاح بيده؟ ومن يكون هذا الرجل الذي دافع عن وطنه بروحه وبكى الجنود لاستشهاده؟ مع انطلاق المسيرة الخضراء التي قادها الملك الحسن الثاني واسترجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية، بدأت ملامح صراع طويل تتشكل في الأفق، صراع سرعان ما تحول إلى حرب مفتوحة بين القوات المسلحة الملكية وميليشيات البوليساريو، حرب امتدت لسنوات طويلة وفرضت على الجميع واقعا جديدا لم يكن من السهل تجاوزه. ورغم ما حظيت به عصابة البوليساريو من دعم مادي وعسكري من عدة أطراف إقليمية، وما توفر لها من أسلحة متطورة، فإن ميزان القوى على الأرض كان يتغير تدريجيا، حيث استطاعت القوات المسلحة الملكية أن تفرض أسلوبها القتالي وتطور قدراتها بشكل لافت، مكتسبة خبرة ميدانية كبيرة عبر معارك متواصلة، الأمر الذي جعلها أكثر جاهزية وحسما في المواجهات القادمة. وفي خضم هذه التحولات برز دور نخبة من الضباط الذين شكلوا قوة ضاربة في تلك المعارك، وكان من بينهم الكولونيل عبد السلام العابدي الذي قاد الفيلق الثالث للمشاة، أحد أقوى التشكيلات العسكرية آنذاك، حيث تميز بقيادة ميدانية صارمة وفعالة، مستفيدا من تكوينه العسكري الذي تلقاه على يد الكولونيل الغجدامي، قبل أن يتمكن لاحقا من تجاوز أستاذه في الميدان وتحقيق سلسلة من النجاحات التي ستفتح أمامه مسارا مختلفا. وإذا عدنا إلى بدايات الكولونيل العابدي، نجد أن مسار هذا القائد قد تشكل في سياق تاريخي معقد، إذ ولد سنة 1940 بمدينة تطوان في فترة كانت فيها المدينة خاضعة للاحتلال الإسباني. ومع بلوغه 19 من عمره، وتحديدا سنة 1959، وبعد سنوات قليلة من تأسيس القوات المسلحة الملكية، قرر الانخراط في المؤسسة العسكرية، وذلك من أجل الإسهام في استكمال تحرير الأراضي المغربية والدفاع عن وحدة البلاد الترابية في مرحلة كانت تتطلب رجالا قادرين على تقديم أرواحهم في سبيل وطنهم. ومنذ تلك اللحظة بدأ مسار عسكري يتشكل تدريجياً، مسار سيقوده لاحقاً إلى واجهة الأحداث، حيث ستختبر قدراته في ميادين القتال وتبرز ملامح قائد استثنائي سيترك بصمته في واحدة من أعقد الحروب التي عرفتها المنطقة. وفي ظل هذا الصراع تحولت حرب الصحراء إلى نزاع إقليمي معقد، تداخلت فيه حسابات عدة أطراف، حيث وجدت ميليشيات البوليساريو دعما من أنظمة إقليمية، من بينها نظام معمر القذافي في ليبيا، وهواري بومدين في الجزائر، إلى جانب جمال عبد الناصر وحافظ الأسد، وهو ما زاد من تعقيد المشهد ورفع من حدة التحديات التي واجهتها القوات المغربية. وسط هذا التصعيد وجد الكولونيل عبد السلام العابدي نفسه أمام اختبارات أكثر صعوبة، حيث لم تعد المعركة مجرد مواجهات ميدانية، بل تحولت إلى صراع إرادات واستراتيجيات. غير أن صورة هذا القائد لا تكتمل دون العودة إلى ملامح شخصيته داخل الميدان وخارجه، فقد كان يلقب بين جنوده بزين العابدين،
حيث عرف بتواضعه الشديد وقربه من جنوده، فلم يكن يميز نفسه عنهم في المعيشة أو الانضباط، بل كان يشاركهم تفاصيل الحياة اليومية حتى في أبسط الأمور. كما عرف عنه حسه الإنساني، إذ لم يقتصر دوره على الجانب العسكري فقط، بل امتد ليشمل محيطه المدني، حيث كان يقدم المساعدة للسكان ويوفر الماء الصالح للشرب عبر شاحنات عسكرية، في صورة تعكس تداخل البعد الإنساني مع شخصيته القتالية، وهو ما جعله يحظى باحترام واسع داخل صفوف الجيش وخارجه. وعلى المستوى الميداني، راكم العابدي سجلاً حافلاً بالمواجهات، حيث شارك في عدد كبير من المعارك التي امتدت عبر مناطق مختلفة من الصحراء، مسهماً في استرجاع مواقع استراتيجية ومرسخاً سمعته كأحد أبرز قادة حرب الاستنزاف، وهو ما جعل اسمه يرتبط بسلسلة من العمليات التي ألحقت خسائر متتالية بخصومه. وقد كانت أولى ترقيات العابدي حين حمل أولى نجومه كضابط برتبة ملازم سنة 1961، وبين سنة 1963 و 1969 ومع انتقاله من ملازم إلى قبطان بدأت ملامح شخصيته العسكرية تتشكل بوضوح، حيث أصبح جزءاً من الضباط الذين صنعوا ملاحم الصحراء. ومع دخوله مرحلة السبعينات، وتحديداً سنة 1978 حين نال رتبة رائد، كان قد تجاوز مرحلة التكوين ليبدأ مرحلة التأثير، مرحلة أصبح فيها حضوره في الميدان عاملاً يحسب له حساب، ليس فقط داخل صفوفه بل حتى لدى خصومه. ثم جاءت سنة 1981 ليحمل رتبة مقدم، وهنا لم يعد الأمر مجرد تقدم في السلم العسكري، بل انتقال إلى دائرة القرار، حيث ترسم الخطط وتحسم المعارك قبل أن تبدأ. لكن اللحظة الفارقة كانت في سنة 1987 حين نال رتبة كولونيل. لم تكن مجرد ترقية، بل تتويج لمسار طويل من الانضباط، الجرأة والقدرة على الحسم في أصعب الظروف. وبالعودة إلى أجواء حرب الصحراء، فقد شهدت هي الأخرى تصاعداً حاداً في وتيرة المواجهات على تخوم الحدود المغربية، خاصة في المناطق القريبة من الحدود مع موريتانيا والجزائر. هناك بدأت التحديات الميدانية تفرض تعقيدات إضافية على سير العمليات، إذ أصبحت تحمل مخاطر الانزلاق إلى توترات إقليمية، خصوصاً في ظل احتمال تجاوز الحدود أثناء تنفيذ الضربات العسكرية. وفي خضم هذا التصعيد، لم يكن الحسم ممكناً بالأساليب التقليدية فقط، بل كان يتطلب رؤية تتجاوز ساحة المعركة نفسها. وهنا برزت مقاربة الملك الحسن الثاني، الذي اختار أن ينقل الصراع من حالة المطاردة المفتوحة إلى منطق التحكم والسيطرة، من خلال مشروع استراتيجي غير مسبوق تمثل في إنشاء الجدار الرملي المغربي. على الأرض لم يكن هذا المشروع مجرد قرار ينفذ، بل كان اختباراً يومياً تحت النار. وهنا بدأ اسم الكولونيل عبد السلام العابدي يفرض نفسه بشكل مختلف. لم يكن فقط قائداً لوحدة قتالية، بل أصبح جزءاً من المعادلة التي تحمي هذا التحول الاستراتيجي. فبينما كانت الجرافات تبني، كان العابدي يقاتل، وبينما كان الجدار يرتفع متراً بعد متر، كان هو يؤمن كل شبر منه تحت تهديد دائم. لم تكن مهمته دفاعية فقط، بل هجومية في عمقها، يسبق الخطر قبل أن يصل، ويضرب قبل أن يرى، حتى تحولت المناطق المحيطة بالجدار إلى فضاء لا يمكن اختراقه بسهولة. ومع اكتمال أجزاء واسعة من هذا المشروع، بدأ أثره يظهر بوضوح، حيث تغيرت قواعد الاشتباك، وأصبح تحرك الخصم مكشوفاً إلى حد كبير. وهنا تحديداً برزت بصمة العابدي بشكل أوضح، إذ لم يكتفي باستغلال هذا التفوق، بل حوله إلى أداة ضغط مستمرة، يرصد، يترقب، ثم ينقض في اللحظة المناسبة. لقد منح الجدار أفضلية دفاعية واضحة للقوات المسلحة الملكية، لكن رجالاً مثل العابدي هم من حولوا تلك الأفضلية إلى تفوق ميداني حقيقي، خصوصاً في ظل منظومة معقدة من الألغام والمراقبة، جعلت أي تقدم للخصم أقرب إلى مغامرة محسوبة النتائج. ومع انتهاء أكثر من 6 سنوات من العمل المتواصل، دخلت الحرب مرحلة جديدة، مرحلة لم يعد فيها العدو يتحرك بحرية.
مرحلة أصبح فيها كل تقدم مكشوفاً وكل محاولة محسوبة. ومع هذا التحول بدأت الكفة تميل بشكل أوضح، لكن حين تصل المعركة إلى هذه النقطة بالذات فإن ما يأتي بعدها لا يكون أبداً كما قبلها. كان الكولونيل عبد السلام العابدي في تلك المرحلة يرسخ حضوره الميداني، وتكشف هذه اللقطات النادرة عن لحظة استثنائية لا تتعلق بالقتال فقط، بل بما يسبقه من إعداد وصناعة للقوة. في هذا الموقع تحديداً وعلى مسافة مدروسة كان الفيلق الثالث للمشاة يستعد لتنفيذ مناورة عسكرية استعراضية، مناورة لم تكن مجرد تدريب روتيني، بل عرضاً دقيقاً للجاهزية والانضباط. ولأهمية هذه العملية حضر ولي العهد آنذاك الملك محمد السادس بنفسه إلى أرض الميدان، في مؤشر واضح على المكانة التي أصبحت تحتلها هذه الوحدة داخل المنظومة العسكرية. وسط هذا المشهد يظهر العابدي وهو يشرح تفاصيل المناورة لا كقائد يعطي أوامر من بعيد، بل كضابط يعيش كل جزئية، يضبط الإيقاع ويرسم السيناريو كما لو أن المعركة حقيقية. كانت كلماته دقيقة وحركاته محسوبة، في رسالة مفادها أن هذا الفيلق لم يعد مجرد وحدة عسكرية، بل قوة جاهزة لأي احتمال، وأن الرجل الذي يقوده لم يصل إلى هذا الموقع صدفة، بل عبر مسار من الانضباط والتفوق الميداني. وبحلول سنة 1988 شنت عصابة البوليساريو إحدى أكبر الهجمات العدوانية على المنطقة، حيث وجدت القوات المسلحة الملكية نفسها أمام اختبار ميداني حاسم، غير أن جاهزيتها الدفاعية كانت مدعومة بمنظومة الجدار الرملي المغربي، والتي مكنتها من امتصاص الصدمة الأولى واحتواء التقدم المعادي. وهنا برز الدور الحاسم للفيلق الثالث للمشاة بقيادة الكولونيل عبد السلام العابدي، الذي قاد عملية التصدي وسط معركة شرسة عرفت باسم معركة دريكا، حيث تحولت الأرض إلى ساحة مواجهة مفتوحة لا مجال فيها للتراجع. وفي قلب هذه المعركة وكعادته لم يكن العابدي بعيداً عن الخطوط الأمامية، بل كان في مقدمة جنوده يوجه ويقاتل في آن واحد، إلى أن جاءت اللحظة الفاصلة التي ستطبع نهاية مسيرته، إذ سقط في الميدان شهيداً. وبحسب مرافقيه فإنه كان يبحث عن تحقيق نصر عسكري كبير إثر اجتماع عسكري رفيع ترأسه الملك الراحل الحسن الثاني، حيث اقترح الكولونيل العابدي اكتساحاً عسكرياً يقضي على القوة العسكرية للبوليساريو. كما تشير بعض الروايات إلى أنه تعرض لإصابات بالغة خلال القتال قبل أن يقع في قبضة خصومه ويفارق الحياة متأثرا بجراحه بعد فترة قصيرة، في حين تبقى تفاصيل تلك اللحظات غامضة ومحل جدل، ما زاد من رمزية هذه النهاية التي اختلط فيها الواقع بما يروى في الكواليس. ورغم وقع هذا الحدث على القوات المغربية فإن سير المعركة لم يتوقف، حيث واصلت الوحدات القتالية تقدمها وتمكنت من حسم المواجهة لصالحها في استمرار لنهج ميداني قائم على الصمود والرد الحاسم، وهو ما أجبر الخصم على التراجع مرة أخرى. لكن نهاية الكولونيل عبد السلام العابدي لم تكن مجرد خسارة ميدانية، بل تحولت إلى نقطة مفصلية تطرح أكثر من سؤال حول خفايا تلك المرحلة، وحول ما إذا كانت بعض التفاصيل التي ظلت طي الكتمان تحمل في طياتها ما لم يكشف بعد. ومع ذلك لم يتوقف أثره عند حدود تلك المرحلة، إذ ظل اسمه حاضراً في الذاكرة العسكرية، حيث أطلقت تسميته على إحدى الثكنات العسكرية بمدينة الدار البيضاء في اعتراف رمزي بما قدمه من تضحيات، بينما بقيت سيرته تروى باعتبارها نموذجاً لقائد جمع بين الصرامة العسكرية والإنسانية العميقة. وهكذا تطوى صفحة من صفحات رجل عاش في زمن كانت فيه القرارات تكتب بحد السيف، وتقاس فيه المواقف بوزن التضحية لا بالكلمات. لم تكن سيرة الكولونيل عبد السلام العابدي مجرد مسار عسكري عابر، بل كانت انعكاساً لمرحلة كاملة من تاريخ مضطرب اختلطت فيه الجغرافيا بالسياسة والواجب بالقدر والإنسان بالمسؤولية الثقيلة التي يحملها على عاتقه كل من يقف في خط المواجهة أمام العدو. ومهما اختلفت القراءات حول تلك المرحلة، يبقى الثابت أن أثره لم يمحى،
وأن حضوره ظل ممتداً في الذاكرة العسكرية كأحد الأسماء التي ارتبطت بالانضباط والالتزام حتى اللحظة الأخيرة.